امي لما كانت بتعمل القرع العسلي دي الله يرحمها، كنت تاكليه تحسي انك انت اول مره تاكلي قرع عسلي، وطعمه لحد دلوقتي تحسي ان انت فاكره الطعم وفاكره ريحته وفاكره يوم ما بتعمله كان بيبقى يوم جميل. القرع العسلي ده كنا بنزرعه زمان في القطن، وكان بيطلع بيبقى طعمه حلو، وانت مطلعه الحاجه من ارضك لا رش ولا اي حاجه. وكانت بتجيبه تقطعه زي ما احنا عملناه كده، انا عملته بطريقتها، بس هي كان بيبقى له مذاق تاني خالص وطعم تاني وريحه تانية. معرفش هي كانت بتحط له ايه، كانت بتحط نفس الحاجات اللي انا حطاها دي، بس كان له طعم تاني خالص. القرع العسلي هاتيه اغسليه قطعيه، شيلي القلب اللي جواه وقشريه، القشره بتاعته دي بتبقى ناشفه، حاسبي على ايدك وانت بتقشري عشان خاطر بيبقى جامد. شيلي الطبقه البسيطه اللي تحت القشره دي اللي فيها الخط الرفيع اللي حضراتكم شايفينه ده، علشان خاطر ده بتغيب في التسويه. بعد كده اغسلي القرعايه، اغسليها حلو وقطعيها او ابشريها بالمبشره وحطيها على النار. بعد كده بعد ما تحطها على النار شوية عصير برتقان أو ليمونة أو مية ورد، كانت بتحط له الله يرحمها كانت بتحط له مية ورد شوية صغيرين خالص من مية الورد دي، كانت بتخليه طعم تاني خالص. كانت بتعمل منه مهلبية وكانت بتعمل منه حاجات كتير وأصناف كتير، كنا بناكلها كان بيبقى طعمها لذيذ. احنا بنعمل حاجات ولو بسيطة من بتاعة زمان، حتى لو احنا فاكرين حاجة بسيطة منها، بس بنرجع اكلات زمان للبنات اللي دلوقتي اللي ما يعرفوش الاكلات بتاعة زمان دي. والقرع العسلي دلوقتي بقى منه كتير، في منه مستورد وفي منه البلدي بتاعنا اللي بنزرعه. فده البلدي اللي تلاقي قشرته ناشفة ده. لو جبت قرعاية لو طلعت كبيرة، اعمليها كلها وشيليها مستوية في الفريزر، ما تشيليش حاجة وهي لسه طرية كده، ما تشيليش القرع وهو طري كده في الفريزر علشان بيسود، وتيجي تطلعيه تعمليه بيبقى وحش خالص وبينزل ميه وتلاقيه اسود وطعمه مش حلو خالص، ما تعرفيش تعمليه. يعني انا كنت شلت نص قرعايه في الفريزر وجيت اعملها لقيتها بيضه خالص ما نفعتش ورميتها. فانت سواها كلها وشيلها في الاكياس وعينها في الفريزر. القرعيه دي كانت 5 كيلو ونص، وزنتها على الميزان حطيت لها 2 كيلو سكر. 2 كيلو سكر تقولوا شويه صغيرين؟ لا، السكر كان كتير وكان طعمها حلو ومسكر، ما كانتش محتاجه اي سكر، لا ناقصها سكر ولا زياده سكر، كان طعمها لذيذ. القرع العسلي بتحطيه على البوتاجاز، اول ما بتحطيه على البوتاجاز ويغلي وطي عليه، اتحطيت عليه السكر سيبيه ساعة ينزل المية اللي فيه. ممكن اعمله من غير السكر دي، يعني الخطوة دي ما اعملهاش خالص. احطه اول ما اقطعه احط له شوية مية صغيرين واحطه على البوتاجاز بيستوي في 5 دقايق، وبعد كده احط له السكر ويستوي في السكر بتاعه، يكمل تسويه ياخد طعم السكر بس. انما انت لو بتحطيه في الميه، يعني تحطي له السكر وتسيبيه ينزل ميته كده، بيغيب كتير في التسويه. واول ما يغلي زي ما قلنا وطي عليه وسيبيه براحته. حطي له ليمونه، حطي له عصير برتقانه. لو هتغيبيه حطي شوية ملح ليمون صغيرين، دي المادة الحافظة بتاعته. شوية مية ورد، نقطة بس صغيرة كده من مية الورد بتخلي ريحته حلو. ومعايا البرطمانات متعقمة حطيتها في البرطمانات، وهتحطي في علبة التلاجة. واللي انت زيادة عنك شيليه في اكياس حطيه في الفريزر، بيفضل لو سبتيه سنة ولا سنتين مفيش أي مشكلة، بيفضل زي ما هي كأن المربى لسه عاملاها دلوقتي. وتجيبي على قد الاكله والباقي تسيبيه في الفريزر عشان خاطر ما يبص في التلاجة من تحت. فيديو سهل وبسيط. القرع العسلي دلوقتي كتير موجود كتير، ممكن تعملي منه مربى، تعملي منه مهلبية، تعملي منه في الصينية باللبن بجوز الهند، بيبقى طعمه لذيذ وريحته حلوة. فيديو سهل وبسيط، وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم فيديو جديد.